اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي. حلقه التناية، حلقه ساره، وطالما دخلت لك في الحلقه على طول كده اعرف ان احنا معانا النهارده اخبار مهمه جدا ومشتعله. لكن في البدايه وكالمعتاد هطلب منك 3 طلبات. ندعي لاخواتنا في فلسطين، اللهم ارزقهم نصر قريب يا رب، وعيدهم الى ديارهم سالمين. اللهم ارحم موتانا جميعا وارحم ابي. وعندنا مشكله في الريتش يا جماعه، في مشكله في الاشعارات وفي فصول الحلقات، وفي الاوقات اللي زي كده بستنى دعم اخواتي الجبار. انا عارف ان انتوا ما بتاثروش في اللايك، بس نضرب عينينا على عداد الشير كده. يلا عايزين نوصل الحلقه دي 150 شير، دعم اخواتي الجبار انا منتظره. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. وتغييرات جديده النهارده على الفريق الاول لاول مره. ايه حكايه التغييرات دي؟ تعالى الاول نطمن على فريقنا اللي بيستعد لمباراه مهمه جدا. يبقى النادي الاهلي خلص تمارينه الاخيره النهارده على خير، اطمن على كل العناصر بتاعته لغايه وقت تصوير الحلقه. والقايمه لسه ما ظهرتش لغايه دلوقتي، لكن في تكتم على القائمه ويبدو انه في انتظار لغايه الساعات الاخيره لحسم موقف بعض اللعيبه، على راسها طبعا وسام ابو علي. لكن في نفس الوقت اللي كان الجديد النهارده اللي تم الاعلان عنه رسميا داخل النادي الاهلي، طبيب جديد موجود في الجهاز الطبي. النهارده يا جماعه الطبيب عبد الرحمن جنيدي، وده اخصائي تاهيل وعلاج طبيعي لما بعد الاصابات. تم اعلان النهارده رسميا ان الجهاز الطبي يضم كادر جديد عشان يساعد النادي الاهلي على ملف الاصابات اللي موجود ومشتعل في النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت. والحقيقه ما بقتش عارف هل ده حل كويس ولا المفروض ان ده يعني ترقيع لغايه الحلول المهمه، زي وجود جهاز طبي اجنبي منتظرينه في النادي الاهلي وبطلب متكرر من مارسيل كولر. لكن على كل تعالوا بقى نروح بعد موضوع التمارين ده نقول ان قبلها كان في المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر وعبد الحق بن شيخه مدرب نادي سيمبا، بيتكلموا فيه قبل المباراه اللي هتكون بكره ان شاء الله في تمام الساعه 10 مساء. تعالى الاول نروح لتصريحات مارسيل كولر كده ونقعده على كرسي التحليل النفسي ونعرف الراجل كان بيقول ايه النهارده وكلامه كان مصيب ولا لا. مارسيل كولر اتكلم وقال المباراه هتكون صعبه جدا، والمباراه اللي فاتت شفناها قد ايه المستوى كان متقارب ما بين النادي الاهلي وما بين نادي سيمبا. سيمبا اكيد هيكون مفعل اعداداته القصوى عشان يحاول ان هو يرجع للنتيجه مره ثانيه. ورغم ان احنا حققنا نتيجه ايجابيه على الاراضي التنزانيه، لكن عايز اوصل رساله مهمه جدا، ودي وصلتها امبارح للعيبه في التمارين. كان مارسيل كولر يا جماعه بيقول حصل يا دوله من سمع معايا في حلقه الصبح وانا بقول تمارين امبارح اختتمت بمحاضره من مارسيل كولر حذر فيها لعيبه النادي الاهلي من التعالي. احنا عندنا ثقه ان احنا كسبنا بنتيجه 1-0 في تنزانيا، لكن التعالي والغرور ممنوعين تماما. وده على فكره اللي رجع قرره رامي ربيعه في الجزء بتاع الحديث بتاعه، وده اللي اكد ان مارسيل كولر ضغط على النقطه دي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. واختتم تصريحاته في النهايه انه كالعاده سعيد ان المباراه هتكون بحضور جماهيري هيصل ل 30,000 متفرج، وطلب من كل جمهور النادي الاهلي ان هم يساندوا الفريق من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره. حقيقي تصريحات متزنه كالمعتاد من مارسيل كولر في 99% من كلامه دايما قبل او بعد المباريات. وبصراحه يعني يا جماعه عاجبني جدا اللاين اللي ماشي عليه مارسيل كولر الموسم ده، بعد 4 ريال مدريد، 4 فلامينجو، و5 نادي سان داونز. مارسيل كولر حاطط لنفسه استراتيجيه واضحه خلال الموسم الحالي يا جماعه. بره الارض مش مهم الاداء، المهم ان انا اكسب وعلى الاقل ما اطلعش خسران. وهو ده اللي خلى النادي الاهلي في موسم استثنائي في دوري ابطال افريقيا يرجع بانتصارين، سواء في ادوار المجموعات او في الادوار الاقصائيه، وفي نفس الوقت على ارضي وسط جمهوري اعمل بقى اللي انا عاوزه واكسب واقدم افضل اداء. استراتيجيه ناجحه وان شاء الله توصل للنادي الاهلي بلقب جديد في بطوله دوري ابطال افريقيا باذنك يا رب. عامل الارض والجمهور وعامل فوقان لعيبه النادي الاهلي وبعد عن الغرور يخلي النادي الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه مميزه بكره ان شاء الله. تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه، حد يقول لي يا دوله امال فين حلقه التحليل؟ كان في حلقه تحليل امبارح على القناه والبيدج الجديده، هسيبها لك تحت عن اهم النقط اللي مارسيل كولر يحذر منها. اما بقى بالنسبه للتشكيل، اعتقد ان التشكيل الامثل بالنسبه لمارسيل كولر هيكون مصطفى شوبير في حراسه المرمى، ربيعه ومعاه محمد عبد المنعم في قلب الدفاع، علي معلول شمال، ومحمد هاني يمين، ثلاثي في خط النص. اعتقد مش هيختلف كتير عن المباراه اللي فاتت، ممكن في عنصر واحد بس وهو هيكون موجود مروان عطيه، قدامه كوكا ومعاهم محمد مجدي قفشه، وثلاثي في خط الهجوم حسين الشحات على الطرف الشمال، انطوني موديست في قلب الهجوم، ومعاهم على الطرف اليمين بيرسي. لو حد يقول لي يعني هي دي دول التشكيله الافضل، اقول لك لا والله انا نفسي ان كهربا يبدا ويكون الشحات على الشمال ورضا سليم على اليمين، لكن هي دي التشكيله الاقرب بالنسبه لمارسيل كولر. وتوقعاتي بالنسبه للمباراه بامرك يا رب مباراه في المتناول بالنسبه للنادي الاهلي. الاهم ان النادي الاهلي يبادر بالتسجيل في الشوط الاول ويمنع نادي سيمبا ان هو يسجل هدف عشان ما يرجعش لحسابات المباراه مره ثانيه، وباذنك يا رب فوز للنادي الاهلي بفارق هدفين، يا اما بنتيجه 2-0 او بنتيجه 3-1. انت كمان مستني اسمع رايك في التعليقات عن التشكيله الافضل بالنسبه للنادي الاهلي اللي تتمنى تشوف بيها الفريق بكره ان شاء الله، وتوقعاتك لنتيجه المباراه. مستني اسمع رايك ويهمني.
تعالى بقى قبل ما نروح للجزء المشتعل من اخبار انتقالات النادي الاهلي النهارده نتوقف مع سؤال مهم جدا يا جماعه. هل نادي الزمالك يعملها ويعلن انسحابه من مباراه القمه حال لعبها في السعوديه، او يعلن اعتراضه من الاساس على نقل المباراه؟ ليه؟ ايه الحكايه بالظبط؟ خلال الساعات اللي فاتت كان من المفروض الاخبار اللي وصلتني ان نادي الزمالك اتطلب منه من اتحاد الكره من رابطه الانديه انت كمان تقدم بيان تكلم فيه عن موافقتك على اقامه المباراه في السعوديه، خاصه ان النادي الاهلي قدم بيان هو كمان من اول لما الاخبار ابتدت تتردد، ونادي الزمالك كان وعد اتحاد الكره ورابطه الانديه ان هو يقدم البيان ده. فجاه وبدون اي مقدمات قبل اعلان البيان يا جماعه في خطاب وصل من نادي الزمالك لاتحاد الكره ورابطه الانديه يعلنوا فيه ان البيان مش هيتعمل الا بالموافقه على 4 شروط خاصه بموافقه نادي الزمالك بلعب المباراه. ايه هي ال4 شروط دي يا جماعه؟ اولا نادي الزمالك معترض على القيمه اللي هتتحسب له او الجائزه اللي هتتحسب له من المشاركه في المباراه دي، وهي نص مليون دولار. نادي الزمالك طالب 3 مليون دولار. الى جانب كمان عايز يعرف اولا هل تقنيه الفار المطبقه في الدوري السعودي هتطبق مره ثانيه في المباريات اللي هتقام هناك في السعوديه خلال الفتره اللي جايه ولا لا، وضروره اعلان طاقم التحكيم من دلوقتي. طيب ايه الكلام ده؟ انه عارف السبب بطل العجب. خلي بالك من حاجه، لما بقرا معاك التصريحات وبحلل معاك تصريحات او تويتات او مش بنملى هوا يا جماعه. امبارح اتكلمت في التويته بتاعه مين؟ ممدوح عباس، اللي طلع وقال اعترض على موقف اداره نادي الزمالك في الموافقه على لعب القمه في السعوديه. هم ما اتعلموش من اللي حصل في القمه اللي فاتت ولا ايه؟ وساعتها يا جماعه جمهور نادي الزمالك بعض منه دخل يقول لي هو انت طالع بتتريق على الاداره بتقول ان احنا ما عندناش اداره وان ممدوح عباس هو المتحكم الاول؟ ادي يا جماعه الكلام اللي بنقوله ده بيتنفذ اهو على ارض الواقع. حصل ولا ما حصلش؟ اداره نادي الزمالك من الاخر يا جماعه طالبه اولا ال 3 مليون دولار تحسبا لان ممدوح عباس يقلب عليهم خلال الفتره اللي جايه. 3 مليون دولار قيمه القضايا اللي هيتحكم فيها للعيبه سابقه داخل نادي الزمالك على النادي توقفه من القيد خلال الفتره اللي جايه. في نفس الوقت بيحاولوا يلعبوا على كل الحبال. طيب يا استاذ ممدوح هو انت معترض على ايه؟ ان احنا اتظلمنا زي ما احنا بندعي يعني تحكيميا بسبب هدف امام عاشور التسلل؟ طيب خلاص هنطالب بتقنيه الفار اللي المفروض متطبقه في الدوري السعودي عشان ما نتظلمش مره ثانيه. اللعب على كل الحبال هو ده اللي بيحاول يعمله حسين لبيب دلوقتي، وهنشوف خلال الساعات اللي جايه ايه اللي هيحصل. تعالى بقى نروح للجزء الثاني والاخير الخاص بشائعات انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري. ركز معايا وانت مركز كده، بص على الشير، وصلنا ل 100 150 شير ولا لسه؟ دعم اخواتي الجبار انا منتظره، ومفاجاه يا جماعه ورد رسمي. والصراحه يعني انا بحب الردود اللي بتغسلني من جوه دي. طبعا كلنا متابعين حاله الجدل اللي عملها شريف اكرامي عن كلامه عن عوده رمضان صبحي للنادي الاهلي مره ثانيه، واشمعنى امام عاشور وهو رمضان عمل ايه يعني عشان ما يتفتحلوش بقى عوده النادي الاهلي مره ثانيه. وقلت لك رايي في الموضوع ده الصبح وردينا على شريف اكرامي. فايه اللي يحصل على مدار الساعات اللي فاتت يا جماعه؟ الاستاذ المحترم محمد الضماطي طلع النهارده يا جماعه على حساباته الرسميه على السوشيال ميديا نهى الجدل بالكامل، وكتب التالي: اولا كده باب النادي الاهلي مفتوح لكل لاعب لم يتربى داخل جدران النادي الاهلي وقدم الاعتذار المطلوب عن اي خطا حصل منه قبل كده، وباب النادي الاهلي مغلق لمن تربى داخل النادي الاهلي وفي النهايه اختار طريق تاني بعيد عن النادي الاهلي. كلام الراجل يا جماعه بيحسم تماما فكره ان اداره النادي الاهلي منقسمه على عوده رمضان صبحي، او ان كابتن محمود الخطيب قد يستجيب للضغوطات الاعلاميه اللي بتحصل من عائله اكرامي اللي نفسها وبتتمنى عوده رمضان صبحي للنادي الاهلي مره ثانيه. خلي بالك نقطه ان كابتن محمد الضماطي او استاذ محمد الضماطي يطلع يتكلم بنفسه يا جماعه دي بتؤكد ان الكلام متقال له ان هو يتقال له عن طريقه هو رسميا، وده اللي ياكد ان الكلام ده طالع من كابتن محمود الخطيب نفسه. ليه؟ على سبيل المثال للحصر ناس كتير قالت لك النادي الاهلي مختلف على موضوع انضمام عاشور للنادي الاهلي، وقتها مفيش اي عضو طلع اتكلم في الموضوع ده. فلما يطلع عضو مجلس اداره نادي الاهلي ومقرر بكابتن محمود الخطيب يقول الكلام ده، اعرف ان هو ده راي كابتن محمود الخطيب والموضوع ده مقفول نهائي. تعال بقى نختم الحلقه المشتعله النهارده بخبرين في منتهى السعاده يا جماعه. حد يقول لي دوله هتتكلم عن اياد العسقلاني؟ طب الخبر ده فيه ايه في منتهى السعاده؟ ده رئيس نادي الاسماعيلي طلع قفلها ضبه مفتاح. هقول لك اسمع الكلام بس. على مدار الساعات اللي فاتت نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي طلع قال تصريح صادم لجزء كبير من جمهور النادي الاهلي. ايه التصريح ده؟ قال لك اياد العسقلاني المفروض يعني لو النادي الاهلي كان عايز يشتريه مننا ما كان خبط على الباب. ايه المشكله يعني يا جماعه؟ كنا هنمنعه عن النادي الاهلي؟ والله ابدا، ما احنا عندنا عبد الرحمن مجدي متلقح اهو عمالين بنحاول نسوقه بقالنا سنين ومش عايز يروح في حته. النادي الاهلي لو عايز يشتريه والله اهو موجود، ما عندناش اي مشاكل. بس انا عايز اقول حاجه للنادي الاهلي. اياد العسقلاني لما طلع من النادي الاسماعيلي في بند في العقد بتاعه بيقول ان اياد لا يحق لي العوده للدوري المصري مره ثانيه خلال السنتين القادمتين الا من النادي الاسماعيلي. فدي نقطه تقفل تماما باب جدل انتقال اياد العسقلاني النادي الاسماعيلي. ليه؟ لان انا مطمن ومش خايف من موضوع مفاوضات النادي الاهلي مع اللاعب. طيب الكلام ده في حقيقته يا جماعه؟ الكلام ده في حقيقته ان الراجل ركبه عماله بتخبط
في بعض وخايف من ثوره جمهور النادي الاسماعيلي اللي على اخره منه على مدار الايام اللي فاتت. فشل مالي، فشل في حل ملفات كتيره جدا، فشل في صفقات، وكملت بقى بموضوع اياد العسقلاني وانتقاله للنادي الاهلي. فالراجل بقى طالع بيجر ناعم. اولا ما ايه المشكله يعني ان النادي الاهلي صالحنا واحنا نصالحه وننبذ التعصب الجماهيري ده يا جماعه؟ وايه المشكله يعني ان لعيبه الاسماعيلي تروح للنادي الاهلي؟ ما عندناش مشكله يا جماعه في كده. لكن الراجل في معلومه اياد العسقلاني وهو بيقولها عشان يخدر وينايم جمهور النادي الاسماعيلي قال جزء وخفى الجزء الثاني اللي ما اتكلمش عنه، وهو ان اللاعب طبعا حتى والله لو يرتبط بعقد لمده 5 سنين مع النادي الروسي وطول فتره العقد دي لا يحق ليه ان هو ينتقل الا للنادي الاسماعيلي اولا، لكن ده بمقابل مالي لو الاسماعيلي يقدر يدفعه هيرجع للنادي الاسماعيلي عادي. اللي هو ايه بقى يا جماعه؟ اللاعب وقع مع النادي الروسي بشرط جزائي ان هو ما ينتقلش للدوري المصري الا في حال ان النادي الاسماعيلي رجع اشتراه مره ثانيه بمليون دولار. هل الاسماعيلي عنده مليون دولار؟ هل الاسماعيلي يا جماعه اللي لسه بيقول لك دبرنا 3000 فرنك سويسري بالعافيه عشان ندفع لاحد اللعيبه عشان نحل المشكله بتاعته، هل قادر على تدبير مليون دولار؟ الامر بالظبط يا جماعه زي موضوع محمد شكري كده وانتقاله لنادي سيراميكا كليوباترا. هنفترض ان النادي الاهلي مع نهايه الموسم الحالي في نادي راح لنادي سيراميكا وقال له والله احنا عايزين نشتري اللاعب. نادي سيراميكا العقد بتاعه مع اللاعب بيقول ان النادي الاهلي يحق ليه شراء اللاعب بقيمه 7 مليون جنيه. وقتها هيروح للنادي الاهلي: يا اهلي انا جاي لي عرض من احد الانديه، هتدفع ال7 مليون جنيه وتحصل على اللاعب ولا لا؟ النادي الاهلي لو مش قادر يدفع مليان القيمه دي شكرا، النادي التاني يقدر يدفع القيمه ويخلص في اللاعب وش. بس يا جماعه ادي التيتا كلها، يكشي يكون ربطه بعقد فيه شرط جزائي انه يفضل العمر كله في النادي الروسي وما يرجعش الا للنادي الاسماعيلي. معلش بقى يا استاذه نصر ابو الحسن حرقتها عليك. ان كان ده خبر سعيد يا جماعه، فالخبر الثاني ان النهارده موقع ترانسفير ماركت رسميا بيعلن ان زين الدين بالعيد ارتبط رسميا بالانتقال للنادي الاهلي يا جماعه، لكن لغايه دلوقتي ما حطوش نسبه. لكن كل الاخبار اللي الموقع بيرجع ليها عشان يحط نسبه بالنسبه لانتقال اللاعب هي اخبار دايما بتكون موثوقه جدا لموقع ترانسفير ماركت. طبعا لسه في بعض الرتوش الكتيره على الصفقه، لكن ان شاء الله هنلخص لكم ونجيب لكم من الاخر في موضوع الصفقه دي بكره بامر الله تعالى. في بكره معانا خبر تاني سعيد مهم جدا ان شاء الله، وخبر عن مهاجم بيلعب في احد الدوريات الخليجيه معروض على اداره النادي الاهلي في ملف المهاجم ومجانا. مين هو؟ هنعرف في حلقه بكره ان شاء الله. وبس، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بأمر الله تعالى. شكرا لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.